مساء الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. وصفتنا لنهار اليوم كما راكم تشوفوا النقاش البجاوي على اصوله. شوفوا يعني بطريقه مبسطه والنتيجه خرجت هايله. محمر من برا، مبسس كما راكم تشوفوا، وطري من الداخل. وحتى يعني لا خليتوه مده طويله الغرس ديالو من الداخل ما يصرالو والو، يبقى طري. بلا ما نزيد نطول عليكم نجوزو مباشره لطريقه التحضير. دونك هنا انا عاده العجينه نحب نحضرها ليله من قبل، يعني نخليها ترتاح ليله كامله. كما تقدروا تخليوها ترتاح نهار كامل وتخدموها العشيه. دونك اي كيله عندكم ندير فيها نص الكيله ماء، ونبشر عليها لو زيس دو سيترون حبه كامله، وندير فيها 2 مغارف سكر، نخليهم جانبا حتى يذوب السكر. وإلا كنت مبريسيه يعني ندفيهم على نار هادئه حتى يذوب السكر ونخليهم يبردوا تماما. وراح نستخدم توجور نفس الكيله، وراح نكيل بها الفارينه. والكيله كما شفتوها تكون معمره مليح مليح. راح ندير 3 كيلات فارينه، نزيد عليهم رشه ملح، مغرفه صغيره فانيلا، وعلى راس المغرفه الصغيره خميره كيميائيه. ما لازمش تكثروا، فقط راس المغرفه الصغيره فقط باش يخرج يعني خفيف وهشيش. وهنا عندي ماركارين تكون ذايبه وبارده، نفس الكيله ناقصه اصبع. نزيد نكملها بالزيت حتى تتعمر مليح مليح وتفيض. قيس ما تبدا تفيض نحبس. انا درتها فايضه على خاطر الكيله تاعي تاع الفارينه كانت مبومبيه مليح. دونك من جهه اخرى راح نصفي الماء اللي درت فيه لو زيس دو سيترون مع 2 مغارف كبار تاع السكر، نصفيه ونخليه جانبا. نبدا نبسس الفارينه ديالي بالزبده هذيك فقط باصابع اليد، يعني ما نعجنوش حتى تتبسس بالكامل وتتشرب بالكامل. دونك هنا شوفوها مبسه مليح ومرمله. هنا لا كونتيتي هذيك تاع الماء راح نفرغها على ضربه واحده، ما راحش نفرغ بشويه، لازم نفرغوها على ضربه واحده باش ما تتعجنش يعني العجينه ديالي. وما تخافوش منها، راح تتشربها بالكامل. ميمسي يعني لا بروميير فوا كي تفرغوها راح تبان لكم كي شغل جرات لكم شويه، بصح راح تتشرب. فقط قلبوها هكذا باصابع اليد بلا ما تعجنوها حتى تتشرب بالكامل الكميه هذه. هنا باش نشوفوا الى دات يعني كفايتها من الماء راح نديروا فقط هكذا كريه ونحاولوا نحلوها ونشوفوها الى عندها تشققات. الى مازالت تتشقق يعني ما داتش الكميه الكافيه من الماء. دونك هنا شوفوا حصلت على عجينه طريه هايله. راح نغطيها ونخليها ترتاح. كما قلت لكم انا عاده نديرها ليله كامله في الثلاجه، هكذا تجيني الخدمه سهله. على بالكم يعني خدمه النقاش واعره شويه، سواء تخدموها صباح ويعني وتخدموا العجينه العشيه تخليوها تريح نهار كامل. المهم العجينه هذه تستحق يعني تريح على الاقل 2 ساعات. دونك نخليها تريح، من بعد نعاودوا نوليو نكملوا الوصفه. دونك هنا عندي كميه من الغرس، نزيد عليها مغرفه زبده وحوالي مغرفتين جلجلان محمص، شويه قرفه، وراح نبدا نعجن به قبل ما نزيد ماء زهر. دونك هنا بعد ما عجنته مليح مليح باصابع اليد وخلطت كامل المكونات، نبدا نبخو يعني بماء زهر ونكمل ندلك فيه باصابع اليد دائما. حتى ولو يبان لكم يعني الغرس اللي شريتوه طري من قبل ديجا، مي لازم يعني يمر بالخطوات هذه باش حتى ولا طول في الكاطو ديالكم ما راحش ييبس. دونك شوفوا عجنت وقعدت نزيد له في ماء زهر حتى بدا يتلاصق في اليد. دونك هذه خطوه مهمه. نغلفوه نغطيوه يعني ونخليوه يرتاح جانبا لو طول اللي نحضروا فيه العجينه. دونك هنا العجينه نكون خرجتها من الثلاجه على الاقل 1 ساعة ولا 2 ساعات تريح على برا باش تعاود ترالي شويه. من بعد راح نقسمها الى كريات متساويه، اللي عنده ميزان مليح يوزنهم باش يخرجوا كيف كامل، اللي ما عندوش عينها ميزانها. وراكم تشوفوا حجم الكريه، يعني الحجم يبقى كما تحبوا الحبه ديالكم. الا تحبوها كبيره ولا صغيره تقدروا تتحكموا بها. هنا بعد ما كورت كامل الحبات
نغطيهم بورق شفاف هكذا باش ما يدخلهمش الريح، ونخليهم يزيدوا يريحوا حوالي نص ساعه باش يزيدوا يطلقوا مليح رواحتهم، خاطر كما على بالكم كانوا في الثلاجه شادين رواحتهم. في هذه الاثناء راح نوجد الغرس ديالي، راح نحضر الغرس اللي كنا درناه، راح نكوروا الى كريات ايضا، بصح الكريات الخضراء هذو راح يكونوا صغار، يعني نص كريه اللي حضرناها من العجين، ولا تكون اقل، يبقى على حساب كل واحد كيفاش يحب الغرس في الكاطو ديالو. انا نحبه يعني يبان مليح. شوفوا من بعد راح ندير هكا دي باتوني، يعني مليح تحضروا كل شيء على فونس قبل ما تبداو الخدمه، هكذا راح تسهل عليكم الخدمه وراح تربحوا وقت. دونك هنا راح نبداو نحلو في العجينه ديالنا، راح نخرجوا حبه بحبه، والاخرين يعني راح نغطيوهم توجور باش ما يدخلهمش الريح. كما شفتوا الكريه عجنتها شويه هكذا عجنه خفيفه بين يديا باش يعني نسوي لها كامل ونحي لها التشققات، ومن بعد درتها على شكل باتوني وحطيتها وباليد بسطتها. من بعد راح نستخدم الحلال باش نرققها، يعني راح نسي نرققها اقصى حد ممكن. اشاك فوا نحاول يعني نسقم الاطراف باليد فقط. فوالا هاي ليك، شوفوا يعني خرج براسك شفافه. يعني الخطوه هذه تعاونكم باش يخرج لكم مورق من الداخل، بس رققناها مليح. من بعد راح ندوروها عده خطرات وممكن نقشوها، يعني ما راحش نلحقوا للغرس، خاطر الا لحقتوا للغرس ديالها راح ينشف لكم الغرس في الفرن. الغرس ما لازمش يضربوا الهواء بالكامل. فوالا شوفوا هنا راح نحاول نغلق يعني الطرف الاخير هكذا بصبعيه فقط، راح يتغلق وراح ندورها شويه باش نزيد نرقق الحربوش ديالي قيس ما نحب الحبه ديالي، وراح نزيد يعني نملسو. من بعد راح كما تشوفوا راح نحل جهه والجهه الاخرى راح نرققها باش نقدر ندخلها في الجهه الاولى، ونعبز عليها ونحاول نغلق البلاصه هذيك مليح مليح. وهنا ما لازمش تبداو في النقش مباشره، خليوها جانبا تانيك وغطيوها بغلاف بلاستيكي توجور ولا بشكاره، المهم باش ما يضربهاش الريح، وخليها تريح لو طون اللي تخلصوا كامل الحبات تبداو تنقشوا، ولا على الاقل تخلصوا لا مواتي تاع الحبات تقدروا تبداو تنقشوا. راح نخليكم تشوفوا حبه واحده اخرى باش تشوفوا الطريقه. شوفوا درتها حربوش ومن بعد بسطتها وحاولت شاك فوا نقعد الاطراف هكا نسقمهم باليد فقط. من بعد بحلال راح نحلها اقصى حد ممكن. شاك فوا حاولوا تقعدوا هكذا الاطراف تسقموهم باليد باش كوميم يخرج لكم على شكل مربع ولا مستطيل. شوفوا رققتها مليح مليح حتى نشوفها شفافه كما قلت لهم، عفوا كما قلت لكم هكذا راح تتحصلوا على التوريق اللي شفتوه داخل الحبه. هنا نحط الحربوش ديالي وندوروا على قيس الحبه ديالي عده مرات. وحاجه مهمه ايضا كي تدوروا الحربوش ديالكم، شوفوني نضغط عليه، لازم تضغطوا عليه شويه باش تخرجوا له كامل الهواء اللي في الداخل، ما لازمش تخليوا الهواء هكذا تخرج لكم الحبه معمره هواء وفارغه، وكي تنقشوها راح يخسر لكم النقاش ديالكم. من بعد كما شفتوا كما درت الاولى تانيك. وخطوه اخرى كي تغلقوا يعني الطرف هذاك في الاخير لازم يكون الخط هذاك اللي غلقناه من التحت ما لازمش، لازم تدوروا الحبه ديالكم وتحطوا يعني الطرف اللي غلقناه من التحت باش هكذا كي طيبوها ما راحش يتحلل لكم تانيك. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. شوفي هذه هي الحبه، يعني فريمون العجينه مبسه هايله طريه. دونك هنا على السريع فكره الا ما قدرتوش ولا لقيتوا صعوبه في حل العجينه ولا في ترقيقها، الكيس راح يساعدكم في الخدمه بزاف. دونك هنا نجوزو للمرحله الواعره هي النقاش. شوفوا يعني هنا عندي عباره عن افكار، تقدروا ديروا الحبه ديالكم فوق طبسيه هكذا يوناسيات مقلوبه راح تساعدكم في الخدمه، وتحطوا ان بوشون تاع قرعه في الوسط باش يشد لكم لا فورم وتقدروا تتحركوا الاز وتبداو تنقشوا الحبه ديالكم. النقش راح نبداوه من الكوطي وين غلقنا الحبه ديالنا باش نشدوا الكوطي هذاك بالنقاش مليح. وهنا كي تنقشوا حاولوا تشدوا على النقاش من التحت كامل، وكي
كي تشدوا على النقاش ديالكم حاولوا تشوفوا فيه، ما لازمش تخليو يعني فراغات، لازم يكون مغلوق بالكامل كي تشدوا عليه. وكي نشدوا النقشه ديالنا لازم نضغطوا عليها في البلاصه هذيك، ما نحاولوش يعني نخرجوها لبرا، سينو راح يخسر لكم العجين وتنحيوها بالكامل. فقط يعني نضغطوا على العجين ونحيو، نضغطوا ونحيو. وهنا اللي عنده يعني الخاطر، انا درت خطره الاولى وعاودت على النقشات هذيك اون اوتر فوا لا دوزيام فوا باش نزيد يعني نثبتهم مليح ونرققهم اكثر، هكذا تبقى لي النقشه يعني كي يطيب وما راحش تروح لي. دونك ويلا جاتكم المهمه صعبه ولا كان الحال سخون، حاولوا تحطوه في الثلاجه قبل ما تبداو، واحد نص ساعه قبل ما تبداو تنقشوه، سورتو الا طلق لكم الزيت، دي فوا كي تكون سخانه هكذا تكون واعر شويه. دونك فوالا الحبات ديالي بعد ما نقشتهم بالكامل حطيتهم في ورق الطهي، تقدروا تحطوهم في سنيوه مرشوشه بالفارينه، وراح ندخلوهم نشعلوهم على درجه حراره متوسطه يطيبوا من التحت، من بعد نشعلهم من الفوق هكذا ياخذوا تحميره خفيفه ونخرجهم مباشره. وحاجه واحده اخرى ما قلتها لكمش، يعني قبل ما طيبتهم انا ندخلهم نص ساعه اخرى في الثلاجه باش النقشه هذيك تتشد لي، يعني ما تروحليش في الفرن. فقط يعني عفايس هذوما باش تساعدكم يعني على الحصول على النتيجه اللي تحبوها واللي ترضيكم. دونك فوالا النقاش بعد ما طاب راح نحل وحده معاكم. شوفوا يعني نتوشيها تتكسر مبسس غايه، وشوفوه من الداخل يعني مورق وهشيش هشيش لحد الدرجه لواحد درجه يعني ما نحكي لكمش، والغرس ديالو من الداخل يعني زبده طري، والبنه هايله هايله، خاصه خاطر ما كثرناش فيه السكر، درنا غير 2 مغارف كبار مع الحلاوه تاع التمر يعني كافيه. دونك هنا حاولت نقرب لكم باش تشوفوا التوريق، فريمو خرج هايل. دونك وصلنا لنهايه الفيديو لنهار اليوم. كما العاده الا عجبتكم الوصفه ما تنسونيش بلايك. دمتم برعايه الله، والى وصفه اخرى ان شاء الله. عواش نطيبوا اليوم.